بمناسبة افتتاح المتحف المصري الجديد في سر خطير لازم تبقى عارفه. لازم تعرف الدين الإسلامي المحتل لما دخل مصر عمل ايه. بس خليني اقول لك الأول وضع المصريين قبل الإسلام كان عامل ازاي. مصر قبل الإسلام كانت تحت الحكم البيزنطي اللي هم باختصار رومان، بس كانوا شرقيين عكس الرومان بتوع روما. دول كانوا عاصمتهم في القسطنطينية اللي فتحها محمد الفاتح بعد كده. كانوا بيتعاملوا مع المصريين أوسخ معاملة، بيعتبروهم بني آدمين درجة تانية أو تالتة كمان، يعني ولا زيهم زي اليونانيين أو حتى الرومان. وده كان واضح جدا خصوصا مع الفلاحين. وصلت انه بعضهم كان بيسيب ارضه ويهرب، خدوها مش عايزها، سواء بسبب فرض الاتاوات او الضرائب الزياده، ده غير اعمال السخره في مشاريع الدوله والجيش. كان وقتها تعذيب المصريين امر عادي ومألوف بالنسبه للرومان، اللي هو صباح الخير هنعذب مين النهارده. اما بقى من الناحيه الدينيه فاغلب المصريين كانوا اقباط ارثوذكس. طبعا الوضع ده ما عجبش الرومان، وكانوا عايزين يفرضوا مذهبهم باي طريقه، سواء بالتعذيب او الخنق الاقتصادي. وكتير رهبان وبطاركه اتعذبوا واتسجنوا، ضيق عليهم في معيشتهم لمجرد انه ما ينفعش يدعو لمذهبه ويسيب مذهب الرومان. حب الحريه، وطبعا الرهبان والبطاركه ما قدروش يمارسوا شعائرهم بكل حريه زي وضعهم مع المسلمين المحتلين. ولما جه بقى سيدنا عمرو بن العاص المحتل، المصريين رحبوا بيه جدا ووسعوا له الطريق تقريبا بدون مقاومه تذكر. ده مش حبا في المسلمين او في سيدنا عمرو بن العاص، لكن ده كان ناتج من الويلات اللي شافوها على ايد الرومان. اللي حكيته لك ده جزء صغير بس من المعامله اللي كان بيعملها الرومان للمصريين. شتان الفارق بين معاملة الرومان والمسلمين ده ظهر بعد كده، سواء في عهد عمر بن الخطاب أو الخلفاء اللي كانوا بعده. التاريخ موجود وكله بالمصادر، واللي عنده عكس الكلام ده يطلعه. ما تنساش، كنا بخير حتى استعربوا.